السلام عليكم. اليوم وصفة ناعمة. رانا في موسم الشيفلور. حبيت الشيفلور مقلي ومقرمش يحافظ على القرمشة مدة طويلة. ما عليكي غير تبعي معايا هذه الوصفة، وصفة رائعة للشيفلور. يلا تبعي معايا للآخر تكتشفي الطريقة والتحضير. شيفلور مقرمش. اول حاجه نديروها هي نقطع الشيفلور نديرو يغلي، نديرها حسب الكميه، كل وحده شحال دير الكميه ديالها. نخليه 7 ولا 8 دقائق ومن بعد نطفي عليه ونصفي الشيفلور تاعي ونخليه حتى يبرد، ومن بعد نعاود نولي ندير الخليط تاعي باش نقلي به. الشيفلور تاعي نخليه يبرد، وهنايا نحضر لاباطا بيني اللي نديرها. ندير كسمه، هو الاول ندير كسمه ولا نص كسمه على حسب الكميه اللي راكي دايرتها. هنا عندي فرينه، ندير فرينه نص كاس تاع الماء، نص كاس تاع فرينه. وهنا عندي النشا، كيف ندير 2 مغارف تاع النشا. وهنا ندير يعني لا ليفيور، ندير شويه لا ليفيور، يعني نص تاع قهوه. ملح، شويه راس الحانوت، والحاجه المهمه هي الكمون، بس على بالكم الشيفلور يدير لنا فيه لي غاز. وهذا نسكرفج به يعني حبه تاع ثوم، سنينه ثوم نسكرفجها هنايا، ومع النوس نخلط كلش مع بعض. هكا نسكرفج هذا سنينه تاع ثوم ونخلط كلش. درت مع النوس، درت كلش، خلط كلش مع بعض. البنات هذه ماشي زيت يعني جديده، نقلي فيها يعني 4 حتى ل5 خطرات لي فريت، ومن بعد كي ندير فيها الشيفلور خلاص ما نزيدش ندير فيها حاجه اخرى، يعني صايي تكون نقيسها، ما نزيدش نقلي فيها حاجه اخرى. دوكا لا بروميير دي شوز نحط هنايا الشيفلور ديالي في لاباط الاولى. هنايا ندخلها هنايا في لاباط هذه هي الاولى اللي درناها. فوالا هنايا لاباط هذه الاولى نحيها غير بالعقل. بصح قلت لكم ما تخلوش الشيفلور تاعكم يطيب بزاف. هذه لاباط الاولى، وهذه فرينه وحدها. ديري لها شويه ملح باش ما تجيك صامطه. عاودي رمضي الشيفلور تاعك هكذايا في الفرينه، عاودي رمضيه باش يشد هذيك الخليط اللي درتيه. وتشوفي الزيت تاعك يعني سخنت باش تحطيه. هذا هو ليسي، كي ديري هكا تشوفيها سخنت تحطي الشيفلور ديالك. فوالا هكذايا نحط الشيفلور تاعي. هذه الاولى مازال ما سخنتش بزاف، سي بون يبدا تسخن. كما قلت لكم اول حاجه نديرها في هذه لاباط، هي الاولى اللي درتها، اللي فيها الفرينه، فيها الماء، فيها خميره تاع الحلوه والملح والفلفل الكحل راس الحانوت وشويه كمون وخميره تاع الحلوه. ومن بعد نرمدها في الفرينه ونديرها تتقلى. نعاود على البنات المبتدئات. البنات على بالكم واش نسيت؟ حبه بيض، اهم حاجه هي حبه بيض. ولا عندكم كميه كبيره ديروا 2 حبات بيض. انا ندير 2 حبات بيض باسكو عندي كميه كبيره في الخليط في الشيفلور، يعني ندير 2 حبات بيض وندير كامل واش قلت لكم لي زاغريديان. سمحوا لي البنات نسيت البيض اهم شيء، نتوما ما تنساوش وخلطوا كامل كلش. فوالا البنات راني درت البيض اللي نسيتو، ما ديروش كيما انا تنساو.
ونعاود هنا نحط الشيفلور نرمدو في الفرينه هدايا باش كامل الخليط اللي كان درتو ما يروحش. هكذايا ما تتقلقوش غير بالعقل. هكذا نقليه. نزيد نوريكم واحده اخرى. هذا الخليط هذيك فوالا هكذايا. ما تخلوش الشيفلور تاعكم يطيب بزاف ومن بعد يولي يتكسر لكم. هكذايا كيف نزيد نوري لكم حبه. تكوني خفيفه كي تحطيه الشيفلور تاعك وترفدي يدك هكايا. حنا نكونوا كملنا الوصفه تاعنا تاع اليوم. هاوليك الشيفلور مقرمش ما شاء الله هايل. تبعي هذه الوصفه وما تندميش على الطريقه، يعني وصفه جديده كنا نديرو غير بالفرينه، واليوم وريت لك هذه الوصفه تاع تحضير لاباط تاع لي بيني. وصفه هايله. نقول لك صحة شاتك ولا صحة فطورك. وما تنسوش البنات كثروا من لي جام وكثروا لي كومونتير ويعطيكم الصحة. لي كومونتير تاعكم يزهوني ويفرحوني كثير كثير. مع السلامة.